بالجميع. قبل أن نبدأ الفيديو المرجو الضغط على الأزرار الثلاثة: إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ومرحبا بكم في قناة يوميات خالتي فاطمة. السلام عليكم خوتي خواتاتي احبتي في الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع هاد الحراره؟ جيت اليوم نقدم لكم واحد البرودوي هو ديال العرق. كنصاوبوه كيزيان في هاد الصيف للرجال، للعيالات، للبنات، للدراري، العائله كلها. المهم عندي هنايا الشبه كنجيبوها عند العطار. اللي عنده المهرز في الدار يجيبها ويدكها، اللي ما عنديش كتعطيها للعطار يطحنها لك، وكتجي للدار وكتغربلي وكتعاودي تطحنيها في مونينيكس. ضروري ضروري باش كتولي هكا، تولي بودر هكا. وكنجيب وكنعاود نغربلها. اما لي باموس، اما شي شال بحال هكا، دوك الرقاق، دوك الدريرات الصغيورين، بهذه الطريقه هذه غنصاوب معكم باش غادي تشوفوا. هكا وانا كنغربل حتى كيطيح غير داكشي اللي بغيت انا كنغربلوها حتى كتبقى لنا غير البودره لتحت. وهادو كنعاود نطحنو فيها شويه ديال الخدمه، ولكن النتيجه كتكون هائله. ما كنستعملو لا بارفان لا دهاني لا حتى حاجه، هذه هي اللي كتقضي في الصيف. وسبحان الله حتى المناطق اللي كنديرو فيهم هاد البرودوي كيبقاو بويض، ما كيبقاش الكحوله ديال العرق. وعندي هذه انا خليها خصيصا نيت كنصاوب بها الشبه. هذه اللي كنحكو بها المسك، كناخذوا هاد سميتو هاد الحبه ديال المسك وكنحكوها بهاد الجهه اللي رقيقه بزاف. وهانتوما معنا تتشوفوا ان شاء الله كي غادي تجي. ونتمنى تجربوها، راها زوينه، ونتمنى اللي يجربها وعجباتو يكتبها ليا في الكومونتيرات. وكتكون حتى الريحه زوينه ديالها، كتدوشي كدهني تحت بيطان. سبحان الله، راه واخا كيكون العرق كيكون الريحه ديال المسك. حنا البشر ماشي غنقولوا له ما فيناش الريحه ولا. دابا مع السخونيه راه الانسان كيعرق. واللي ما لقاش هذا المسك الابيض يدير حتى الاخر، حتى الكحل. غير الكحل كيدير شويه بحال درتي بيرميسيل في هاد الشبه، ولكن حتى هو النتيجه زعما بحال. واللي ما لقاش المسك يقدر يدير غير الشبه. علاش كنديروا المسك؟ كيخلي ديك الريحه الزوينه في الذات. واللي ما كيستحملش الريحه ديال المسك ولا شي حاجه يدير غير الشبه كاع بوحدها. وكتكون عندنا هاد الدهنه هذه خصيصا هذه، يعني كتكون راه كاينين فيها بزاف ديال الاشكال. ديال لافوكا، ديال سميتو ديال لافوكا، وهذا كاينه فيها الدهون بزاف. كديريها هنايا كتعجن. هذه ديال اللوز هي اللي كنستعمل زمان ويا زمان، راه ما يزيد على 15 عام. هذه هي اللي كنستعمل انا. غادي نمزجو هذا المسك مع الشبه وكنخلطو.
المهم حنا كنمزجو، ما نخليوهاش قاصحه، راه مازال غادي تشرب الشبه هاد الحليب هذا، خصها تكون متلوقه. ها هي بعد ما مزجنا الشبه مع المسك مع هاد الحليب هذا، هاد الدهنه هادي ديال الحليب اللوز، كتصبح على هكا. وكتعاون عندنا واحد طويصه هي بلاستيك هي زاج، كنعمروها وهي حيت كنخدموا الشبه مزيان، ها ما كتبانش، ما كتبقاش حرشه. ها ولا غادي يخاف لا دير الحساسيه ولا شي حاجه، غادي ياخذ واحد شوي ويحطوه هنايا. الا ما بانتلوش البلاصه حمراء صافي راه يستعمل تحت الابط، راه كيخلي حتى الجلد كيولي بيض سبحان الله. وحتى الصفيطمات البيض اللي كنلقاو فيهم الصفوريه ديال العرق ما كتبقاش، كيبقاو الصفيطمات بيض. يعني راه شحال من واحد كيعاني من داك العرق كيخليه الثوب البيض كيخليه صفر. وهاد الوصفه هادي وجربوها وردوا عليا الخبر، وراه كاع اللي جربها غادي يرحمني عليها. ونتمنى تجربوها، ونتمنى تردوا عليا في الكومونتير، ونتمنى التشجيعات ديالكم، والله يجازيكم بخير وشكرا.